دور بدل ما تبقى 3 ايام تبقى 6 7 ايام. بدل ما بتنزل مثلا تنقط كده بتنزل حاجات كتيره، حتى ايفن ساعات الواحده لازم تغير 4 5 مرات في اليوم. هي مريضه الورم الليفي ممكن ما تستأصليش رحمك. ازاي؟ هنقول لك بالاشعه التداخليه. الاشعه التداخليه الورم الليفي دي عباره عن سفنجه طول الشهر بتملى دم، ويجي وقت الحيض تروح منقبضه ومفرغه الدم اللي فيها، فيحصل نزيف في الدوره بدل ما تبقى 3 ايام تبقى 6 7 ايام. بدل ما بتنزل مثلا تنقط كده بتنزل حاجات كتيره، حتى ايفن ساعات الواحده لازم تغير 4 5 مرات في اليوم. وكمان بيعمل وجع في الظهر، وساعات يتك على المثانه يعمل تبول كتير، واحساس بالتقل في الحوض تحت، يعني احساس ان انا مليانه باستمرار، او ساعات يكبر البطن. الحاجات دي كلها بتخلي السيده تحس ان عندها حاجه غريبه وتبتدي تدور على الفحص. الورم الليفي ممكن ان احنا بقسطره تحت مخدر موضعي نخش داخل الشريان اللي بيغذي الورم الليفي ده، ونسد الشرايين اللي داخله فيه، فنجففه تجفيفه عشان نمنع اعراضه. لما نجففه يحصل ايه؟ يبتدي الدم يقل. الحاجه الثانيه، الحاجه اللي بتمنع عنها الدم الغذاء تبتدي تضمر وتجف، ولما تضمر وتجف تصغر في الحجم، وبالتالي اعراض التقل والضغط على المثانه ووجع الظهر يقل. يبقى احنا ممكن عن طريق الحقن نتخلص من الاعراض مع الاحتفاظ بالراحه.